أكاد حسن المرضي عوضة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية والمأجورين أن القرار لزيادة في حد الأدنى للمعاشات من 60 إلى 1000 درهم لفئة جميع المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات ثقيلة عن الحد تخطيط الحكومة السابقة بالتوافق مع مركز النقابة خلال جلسة حول الاجتماع. وأوضحت حسن المرضي أن إشراك المتقاعدين في حوار الاجتماع بات ضرورة ملحة في ظل استمرار تهميش هذه الفئة من طرف بعض المراكز النقابة الممثلة في حول الاجتماع، التي باتت تعاني أكثر بملفات المتعلقة بالإجراء النشاطين، مضافين أن إجراء حوار وطني حول إصلاح باعتبار المشروع مجتمع مفتوح في وجه جميع المتقاعدين والمنخرطين يبقى السبيل الوحيد لربح الوقت وإنجاح لإصلاح الرفع الهيفا الممنهجية بحجة المركز الأكثر تنفيذا.